كابتن محمد صبحي برحب بيك في بورسعيد، والنادي المصري الموقر النادي المصري برحب بيك. في بدايه الامر بنحب نعرف كابتن محمد صبحي يقول لنا ايه عن بدايه كره القدم. بدايتي كانت في نادي بلاس في المنصوره، وبعد كده انتقلت لنادي انبي. قعدت فتره كبيره في نادي انبي، وبعد كده مضوني عادي من 3 سنين وعادي خلص، وبعد كده وقعت النادي المصري. طب بالنسبه للتوقيع النادي المصري، حضرتك دلوقتي تعلم ان النادي المصري وادارته بقياده مستر كامل ابو علي وجمهور بورسعيد متمسكين جدا بالكابتن محمد صبحي. بالنسبه للتوقيع، هل تم التوقيع بينك وبين اداره النادي المصري؟ ايوه في كابتن مستر كامل ابو علي اول ما اديني كده. طب بالنسبه حضرتك للكلام اللي نادي انبي بيقولوا على ان نادي انبي عامل مع حضرتك عقد؟ لا مش حقيقه، انا 3 سنين عادي خلص، وبعد كده وقعت النادي المصري. طب يعني دي بشرى نقولها لجمهور بورسعيد ان محمد صبحي موجود معانا في النادي المصري بعقد سليم ورسمي ان شاء الله. وان شاء الله انا على ابقى قد المسؤوليه دي واسعد الجمهور ان شاء الله بورسعيد ان شاء الله. طب بالنسبه انت طبعا عارف ان النادي المصري بيمر مرحله انتقاليه، وفي لعيبه موجوده معانا على اعلى مستوى في مركز الكابتن محمد صبحي. شايف المنافسه تكون شرسه؟ اكيد طبعا، وكله ده في صالح النادي المصري. ده بالنسبه لحضرتك، بالنسبه لبدايه المنتخب، طبعا النهارده الف مبروك بنقول لك على الفوز. منتخب محمد صبحي بالنسبه للمنتخب الناشئين، ده اول مره تشارك فيها في المنتخب ولا كنت في منتخب 16 قبل كده؟ لا، المنتخبات كلها، يعني بقى لي 3 سنين في المنتخب ده. يعني بدايتك كان منتخب 16 17 18. لا هو اللي هو 17 18 19 ده. تمام. كم مباراه دوليه لعبها كابتن محمد صبحي؟ لعبت بتاع 35 36 ماتش دولي. 35 36 ماتش دولي. أيوة. طب في نهايه الحوار تحب تقول لجمهور بورسعيد العاشق لمحمد صبحي؟ اقول ان شاء الله اكون على قد المسؤوليه دي، وان شاء الله واقدر اساعد الجمهور ده كله ان شاء الله. طب برحب بيك ونقول لك